تأملات قرآنية. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. سلسلة رمضانية من إعداد وتقديم دكتور عويس النجار، إخراج أبو بكر سهلي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. الجهالة تختلف عن الجهل، والجهالة هي العمد، فإن كان مع العلم بالشرع فهو جهالة، وإن كان مع خفاء الشرع فهو جهل. والجهالة كذلك هي العمل بالخطأ سفها لا جهلا. قال تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وأما من يعمل السوء بجهل فلا ذنب عليه، لكن عليه أن يتعلم. والمراد بالجهالة في قوله يعملون السوء بجهالة الجهل والسفه بارتكاب ما لا يليق بالعاقل لا عدم العلم، لأن من لا يعلم لا يحتاج إلى التوبة. إذن التعبير بقوله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة فيها سعة لرحمة الله تعالى لعباده، لأن كلمة بجهالة أعم من كلمة بجهل، إذ لو كانت الآية للذين يعملون السوء بجهل لكان في الأمر تضييق ومشقة على خلق الله تبارك وتعالى، لأن الناس حينما يقعون في الذنب يقعون فيه عن علم، ومع ذلك الله يقبل توبتهم لأنه يشملهم قول الله تعالى: للذين يعملون السوء بجهالة. والله تعالى أعلى وأعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وغدا يتجدد اللقاء مع حلقة جديدة من تأملات قرآنية، ونترككم في رعاية الله وحفظه، مع تحيات رضا عبد السلام.